بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. النهاردة إن شاء الله معنا تلفزيون توشيبا 21 بوصة CRT من الأنواع القديمة. ده الاستيكر اللي على الظهر من ورا البيانات بتاعته زي ما حضراتكم شايفين. مشكلة التلفزيون ده يا حضرات إنه جاي قطع صوت وألوانه متلخبطة خالص. تعالوا ندخله على الكهرباء كده ونشوف مع بعض. زي ما حضراتكم شايفين الألوان متلخبطة خالص. هنوصل الريسيفر ونشوف الصوت فيه صوت ولا لا، زي ما صاحبه بيقول ان هو كمان قاطع صوت. بعد ما وصلنا الجهاز على الريسيفر زي ما حضراتكم شايفين المشكلة مشكلة ألوان. الصوت شغال كويس اهوت، بس الجاكات اللي كانوا شغالين عليها اصحاب التلفزيون هي اللي كان فيها المشكلة، او الريسيفر اللي كانوا شغالين عليه. لو لاحظنا من هنا هنلاقي الالوان غامقة اهيت، واللون الاخضر ساقط خالص وجاي مكانه اللون الازرق. فغالبا هيكون دوت القطعة المسؤولة عن تنقية الألوان أو سحب المغناطيس من الشاشة، وهي البي تي سي. هنغيرها كده ونشوف الدنيا فيها ايه. نفك الجهاز ونبص عليها ونغيرها مع حضرتك. دي القطعة المسؤولة عن لقط المغناطيس وتظبيط الألوان يا حضرات، اللي هي البي تي سي. في منها 2 طرف وفي منها 3 طرف. القطعة اللي في الشاسيه دوت 3 طرف. هنحل القطعة كده. ماشي شغال. دي القطعة اللي شلناها اهي يا حضرات ب3 بنات. 3 قطع بي تي سي ب3 بنات. اللي لقيتها اللي هي ب2 بن دي يا حضرات. علشان نركبها مكان التلاتة لازم نشوف التوصيل بتاعها هنا. انا عندي سلكين بنين من ال3 واخدين من الكهرباء مباشرة، اللي هو ده وده، دول واخدين من الكهرباء مباشرة. واحد رايح على الملف اهو، الفيشة بتاعت الملف اللي هي دي، والتاني المفروض بقى البنين هوصل البي تي سي بينهم ان هو ياخد من الكهرباء ويدي للملف، يعني بيوصل الفرد التاني بتاع الكهرباء. فدول البنين اللي هيركب عليهم القطعة اللي هي 2 طرف، وده مش هيركب عليه حاجة. نوصلها كده مع بعض. لو لاحظتوا حضراتكم هنا هتلاقوا مكان القطعة القديمة متفحم او محروق على البوردة اهو يا حضرات. هي سخنت جامد وقامت قطعة. انا قستها لقيتها قطعة، وديت القطعة اللي احنا جبناها ديت لقيتها شغالة. بتقيس كأنها شورت كده، بتقيس على الجرس بتدي جرس عادي. افصل التصوير. احنا لحمنا على ديت وديت يا حضرات، دول البنين اللي قلنا عليهم في الشرح قبل كده، واستبعدنا ده لان ده اللي واخد من الكهرباء وداخل على الملف على طول. فاضل لنا نجرب وان شاء الله يكون خير. هنسقط الشاسيه ونجربه على السريع وربنا يسهل. بعد ما وصلنا التلفزيون ما زالت الالوان فيها مشكله زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما ركبنا قطعه البي تي سي المسؤوله عن سحب المغناطه
الصورة كانت رديئة زي ما حضراتكم شفتم. أنا حاولت أسحبها بالمغناطيس، طبعا بنغير الاتجاه بتاع السحب بالمغناطيس ووصلنا للنتيجة ديت يا حضرات. أنا شايفها 90%، يعني حاجة كويسة خالص، ونقدر نقفل الجهاز على كده ويشتغل بشكل طبيعي. أنا هوصل عليه فيديو وأوديو علشان نشوف الصورة والصوت بعد ما وصلنا للنتيجة اللي احنا وصلنا ليها. الصورة يا حضرات بعد ما خلصنا، طبعا حضراتكم شايفين الفرق في أول الفيديو وآخر الفيديو، وده الصوت شغال معانا اهوت. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وكومنت وشير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.